يقول لك وقل اعملوا، وقل معناها ربي يحفز، وقل حرف تحفيز، وقل لازمك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وربي سبحانه يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ربي سبحانه قاعد يرى في السعي متاعك، يشوف وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. انت مكتف يجيك وتحب الفلوس تهبطك من السماء. محلاه ربي سبحانه، شوف الكلمات محلاهم. لازم الانسان كي يحل كتاب القران يعرف يفهم يعرف يقرا. اليوم فما عائلات تشجع في ولادها على الحرقه، تبيع في ذهبها، تبيع في صياغتها، تبيع في المبل نتاعها باش ولدها يخرج، تبيع في الورثه نتاعها، تبيع في قطعه ارض. ظروف سامحني، هو علاش عمل هكا؟ خاطر ظروف لزته باش يعمل هكا، خاطر تمر بظروف خايبه، لقى الحل هذاك اوتوماتيك مو باش يجي صغير وولده يبدا عاطي فيه الثقه وما يعرفش انه ولده لا قدر الله هي ما نعرفش انا تقلب بهم الشقف وكل، بعد يبدا يبكي وينوح ولدي انت سامحني السبب، انت يوم براسيب تنصحوا، انت ككبير واعي عندك تجارب في الحياه، قول له اجا لهنا ما تحرقش، تفهموا. افلا يتدبرون القران؟ يا اخي انا اعطيك قران يا اخي مسامحني مسكره في الدار عليه، هذاك هو الموت باس نتاع دنيتنا نتاع حياتنا. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ ربي قاعد متعجب يا اخي، انا اعطيتهم القران هذا، اعطيتهم روح الزبده نتاع العالم الكل، علاش ما يفهموش كلامي؟ عباره بعدنا اليوم على الدين نتاعنا، بعدنا على السنه، بعدنا على من الاسباب سامحني، سبب من الاسباب انه احنا مانيش قاعدين نقدموا، جينا احنا نتبعوا في شنو قال ربي، نحبوا ولا نكرهوا راه، شنو قال الرسول، رانا جاونا به، رانا احنا نتنافسوا بين الامم، راهو احنا اللي مشكبين علينا بلغه اخرى، رانا احنا عاملين لهم جودي شيك، مش احنا سامحني قاعدين نكتفوا ويروجونا للحاجات النيجاتيف، تيو يضحك عليك يقول لك شوف انا عامل له فيسبوك وانستغرام ندخل في وراه الفلوس، وهو قاعد مكتف يديه ماشي. نجم انا زيد نصنع حاجه وندخل بها الفلوس وتكون حاجه مفيده باش ننفع بها غيري، مش باش نضر بها غيري. هما خبثاء هذيك، هو رب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك، هو ربي سبحانه شو يقول؟ يقول لك لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وبعد ربي شو يقول؟ قل ان حرف تاكيد، ان هدى الله هو الهدى وان اتبعت اهواءهم من بعد ما اضلوك زيد، معناه ماكش تلقى حل. التكنولوجيا والعولمه هذه كي دخلت لحياتنا بعد صلة الرحم، هذه الحاجه اللي اون برانسيب احنا نقفوا عليها ونلقاو لها حلول، نحكي كدوله معناها، فهمت؟ الحلول شنية؟ الاقارب يوليو يحاولوا يلقوا وقت يتقربوا لبعضهم، يحاولوا مثلا يخصوا مثلا مش كان في الاعياد والمناسبات، هذه انا مانيش فاهمه علاش احنا ما نتفكروا بعضنا كان في الاعياد والمناسبات. حتى في الاعياد والمناسبات تلقى مثلا يقول لك هاي باش نمشي نعيد على قريبي وتلقى ما يجيش يعيد، مثال يقول لك هاي باش نمشي مثلا ما نعرفش انا نطل على عمتي، نطل على خالي وما يطلش عليه. هذه المشكله، نوليو احنا الحل انه نصلحوا من رواحنا، نخفوا نعملوا لحظه تامل مع رواحنا، خاطر راهي اكثر حاجه سورتو في ديننا احنا كمسلمين موصي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي صله الرحم. يقول لك من قاطع صله الرحم راهو من الكبائر، وانت يظل تعرف الموضوع هذا. دونك صحيح تقاطع الارحام، وهذه حاجه خايبه برشا. العولمه والتكنولوجيا مالوريزمون اثرت علينا برشا، مش كان الصغار، اثرت حتى على الكبار. نحكيو اليوم على عائلة مش حتى في الأعياد في المناسبات، اليوم نحكيو على عائلة، في وسط العائلة هذيك ما يعرفش يتلموا فرد طاولة، كل واحد شاد تليفون، لو شاد تليفون، الصغير شاد تليفون مسكر على بيته، ما عادش شكل لمة، ما عادش شكل لحمة، ما عادش حتى الحوار. اي عليه تو انت طرحت سؤال باهي، يحب يقول علاش هذا الكل؟ خاطر احنا البروبليم في احنا في رواحنا، كان جينا احنا نعرفوا انه صلة الرحم هي اكثر حاجه موصي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا اون برانسيب نصلحوا. العولمه والتكنولوجيا دخلت التليفونات ودخلت الفيسبوك، قبل سامحني ترجع انت سامحني 15 سنه لتالي ما كوناش هكا، حتى قبل الثوره ما كوناش هكا، كنا محلينا جونا باهي نسالوا على بعضنا يا خويا، حتى كان موجود التليفون مش كيما تو، تليفون كان التليفون اللي فيكس سمارت فون صحيح. بو احنا مانيش كونتر التكنولوجيا، اما التكنولوجيا نحبوا نروجوا لها في الحاجات الباهيه، هي عملوها بالصحيح. هذه توا دخل صغار تويك اعمارهم 5 سنين هاو دخلوا التيك توك هاو يتفرجوا في الفيديو، الله اعلم، وما فماش مراقبه زيد. لهنا فوالا لو كنترول بارونتال هو لي زيتاب لو بلوز امبورتون اللي اون برانسيب الوالدين يلقوا لها حل، يجي يراقب صغير وانت كذا راه ما يجيش هكا، تنصحوا تعرف كيش توعيه. نجموا اليوم نراقبوا صغارنا، نجموا اليوم الجينيراسيون نتاعنا هذه تتراقب. شخصيه صحيحه
من بعد كي يكبر تقول انا بنيت ثمره، الثمره ذيك اثمرت حاجه باهيه القدام، خاطر احنا تو سي بون وصل لواحد عمر معين صاي يخمم القدام على صغار وعلى لازم يعرف كيفاش يربيهم. مالوريزمون هذاك الواقع فرض علينا باش الله يهلك اللي كان سببنا هذايا شو نقولوا هكا. خاطر تونس قبل الثوره ما كناش هكا، كنا محلينا جونا به في كل شيء ما فهمتش شنيا صار باش كل شيء هكا دخل في حيط. انت اليوم كيفاش تتعامل مع السمارت فون؟ كيفاش مع التليفون مع العائله؟ انا نتعامل معاه جوست كوتي خدمه نخدم به، فهمتني، توسكي انفورماتيك. نسال على اقاربي، نسال على عائلتي، نقابلهم، نمشي نقابلهم ما نخسرش تليفون باهي نمشي نجيكم في الاخر ما لا نمشي يا خويا لو جيست كي تزور يعني تمشي على عين المكان. قول لي ما تقوليش تليفون هي وسيله، اللي صنع التليفون سامحني وسيله وقاعد ياخذ في ارباح في بالديفلوبمون اللي عملها، فهمت؟ احنا البروبليم فينا احنا، ربي يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا اقوياء في الحياه هذه وفي العالم، انفسنا ماهيش مصلحه، لازم احنا نصلحوا مرة. هذه النقطه الناقصه. كان يجي كل حد يقف على روحه ويقول انا مثلا اكس، يا خويا يشوف روحه يغزر روحه المرايه، لازمني نعمل هكا وهكا وهكا، نشد لي موفيز ابيتود نصلحهم يوليو دي بون ابيتود، باش واحد يحس روحه فما تطور في ذاته في شخصيته. اذا الواحد سامحني قاعد بوش بيه معناها يبقى واحد عايش على الهامش، سامحني في الكلمه، وما نعرفش انا يبدا هكا ما فما حاجه ناقصه وكاو. الحاجه اللي ناقصه هي من داخلنا، لازم نصلحوا وكاو. كيفاش نجموا نصلحوا؟ مثلا انت كشباب اليوم شنو تنصح الشباب اليوم اللي مخهم كان في الحرقه براتيكمون؟ خاطر هو الواقع فرض عليه والظروف هي قوت عليه والزز يعمل. طب انت سامحني تبدا حاجه من داخلك ما تحبش تعملها، الزز يفرض عليك باش تعملها. دونك انت لهنا اون برانسيب تعمل نقطه تامل، يا خويا اوكي نجم انا نحرق اما بفاسون ليغال، نخرج خارجه مزيانه كونترا دو ترافاي فازه هكا عفسه، فهمت؟ مش انا نشد سامحني ما نعرفش انا يبدا عندي غرام في دومين وكل شيء، لا نقول لا سي بون لا مخي لا حرقه، وما يخممش القدام. هذه المشكله على الفلوس السهله. صحيح، لازمك تتعب على فلوس باش تحس انه انا اكس تعبت عليهم، انا كما احنا نقولوا اجتهدت فيهم. الحرقه هاني خذ لك سيتين معناها تخميم غلط بالنسبه لي انا، نجم يخرج بفاسون اخرى. ما تقوليش الزهر هاهم برشا سامحني يموتوا، وينو الزهر اللي تحكي عليه؟ اليوم فما عائلات تشجع في ولادها على الحرقه، تبيع في ذهبها، تبيع في صياغتها، تبيع في المبل نتاعها باش ولدها يخرج، تبيع في الورثه نتاعها، تبيع في قطعه ارض. ظروف سامحني، هو علاش عمل هكا؟ خاطر ظروف لزته باش يعمل هكا، خاطر تمر بظروف خايبه، لقى الحل هذاك اوتوماتيكمون باش يجي صغير وولده يبدا عاطي فيه الثقه وما يعرفش انه ولده لا قدر الله هاي ما نعرفش انا تقلب بهم الشقف وكل، بعد يبدا يبكي وينوح ولدي انت سامحني السبب، انت يوم براسيب تنصحوا انت ككبير واعي عندك تجارب في الحياه، قول له اجا لهنا ما تحرقش، تفهموا. الروزمون هاك تشوف هذه هي النتيجه اللي وصلنا لها. صلحوا من رواحنا، نحاولوا نخفوا على الاخطاء نتاعنا، خاطر ربي سبحانه شو يقول لك؟ يقول لك وقل اعملوا، وقل معناها ربي يحفز، وقل حرف تحفيز، وقل لازمك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وربي سبحانه يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ربي سبحانه قاعد يرى في السعي متاعك، يشوف وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. انت مكتف في يجيك وتحب الفلوس تهبطك من السماء. محلاه ربي سبحانه، شوف الكلمات محلاهم، لازم الانسان كي يحل كتاب القران يعرف يفهم يعرف يقرا. هو ربي سبحانه شو يقول اختي؟ يقول افلا يتدبرون القران. يا اخي انا اعطيك قران يا اخي مسامحني مسكروا في الدار عليه، هذاك هو الموت باس نتاع دنيتنا نتاع حياتنا. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. ربي قاعد متعجب يا اخي، انا اعطيتهم القران هذا، اعطيتهم روح الزبده نتاع العالم الكل، علاش ما يفهموش كلامي؟ عباره بعدنا اليوم على الدين نتاعنا، بعدنا على السنه، بعدنا على من الاسباب سامحني، سبب من الاسباب انه احنا مانيش قاعدين نقدموا، جينا احنا نتبعوا في شنو قال ربي، نحبوا ولا نكرهوا راه، شنو قال الرسول، رانا جاونا به، رانا احنا نتنافسوا بين الامم، راهو احنا اللي مشكبين علينا بلغه اخرى، رانا احنا عاملين لهم جودي شيك، مش احنا سامحني قاعدين نكتفوا ويروجونا للحاجات النيجاتيف. تيو يضحك عليك يقول لك شوف انا عامل له فيسبوك وانستغرام ندخل في وراه الفلوس، ندخل في وراه الفلوس وهو قاعد مكتف يديه ماشي. نجم انا زيد نصنع حاجه وندخل بها الفلوس وتكون حاجه مفيده باش ننفع بها غيري، مش باش نضر بها غيري. هما خبثاء هذيك هو رب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك، هو ربي سبحانه وش يقول؟ يقول لك لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وبعد ربي شو يقول؟ قل ان حرف تاكيد، ان هدى الله هو الهدى وان اتبعت اهواءهم من بعد ما
وان اتبعت اهواءهم من بعد ما اضلوك زيد معناها ماكش تلقى حل. يعني انت غمقت ديجا في السيركوي نتاعهم. الله ينصركم ويثبت اقدامكم، يثبتنا ربي سبحانه. احنا لا نصرنا ربي ولا نصرنا رواحنا، باش تلقى الريزلتا هذه يا اختي العزيزه. انت ما شوف راهو الحق يوجع، وان اكثركم للحق لكارهون. اما هذاك هذاك لازم نصلحوا، ولازم نرجعوا الدين الصحيح شنو يأمرنا. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يقول لك تركت فيكم شيئان ان تمسكتم ان حرف تاكيد ان فهمتش انا علاش كي نحلوا القران ما عندنا دي بروبليم نتاع فهم ونتاع لغه ونحو، اون برانسيب تفهم ان راي حرف تاكيد ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله والسنه. اعطاك دو مود باس تبعهم تعيش جوك به، تدخل في حيط معاهم حياتك تدخل في حيط. هذاك هو اختي. علاش نكذبوا على رواحنا؟ علاش قولي علاش نكذبوا على رواحنا؟ علاش احنا نجي تحكي مع واحد وتقول له هكا لا يقول لك هكا وحريه وتطور. الحريه والتطور ما تتبنيش هكاك، تتبني انك تصلح في روحك وتقوي روحك وتخلق حاجه بوزيتيف لروحك